بعد الانتصار المفصلي لقوات حكومة الوفاق الوطني على تنظيم الدولة في سرت، يبدو أن المطبات أمام الليبيين تتوالى، حيث أعلن اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أن دعم حكومة الوفاق الليبية يتهاوى وسط تزايد انقطاع التيار الكهربائي وضعف العملة الذي يؤثر على الواردة الحيوية. كوبلر الذي يعتبره البعض لم يحقق شيئا يذكر في الأزمة الليبية صرح لصحيفة سويسرية أنه لا بديل عن دعم حكومة الوفاق التي حسبه قد خسرت بعضا من شعبيتها وتراجع تأييدها في الوقت الراهن. كوبلر في اليوم العالمي للشباب المصادف لهذا الجمعة قال في بيان جمعه بمبعوث الأمم المتحدة للشباب أحمد الهنداوي إن الشباب الليبي الذي قاد الثورة لم يفقد الأمل، إذ لا يزال يسهم في إعادة بناء دولة ديمقراطية حديثة. وأكد كوبلر في التفاتة إلى الفئة التي تشكل أغلب تعداد الشعب الليبي أن الشباب يعتبر الشريحة الأكثر تأثرا بالصراع، مؤكدا أن الحل في البلاد لن يكون إلا بمشاركة الشباب، وأن التزامهم هو ما سيؤدي إلى استقرار ليبيا، متعهدا في هذه المناسبة العالمية بضمان تمثيل ومشاركة الشباب في بناء مستقبل بلادهم، داعيا إياهم إلى عدم الاستسلام للإحباط ومواصلة الجهود من أجل دولة ليبية قوية ومستقرة بسواعد شبابها.